كتير بعتولي وقالولي ايه سر ان المحشي كله يبقى مستوي، ما يبقاش فيه جزء ني وجزء مستوي. تعالى اقول لكم الطريقة الصح عشان يبقى المحشي كرنب معاكي احلى محشي كرنب تاكليه في حياتك ويبقى مستوي وجميل وخطير. هي خطوة بسيطة بس الناس بتنسى تعملها. اول حاجه بنعملها لما بنيجي نحشي المحشي بنحط ورق كرنب تحت او بنحط بطاطس او جزر او طماطم، يستحسن ورق كرنب. بعد ما تلفي محشي الكرنب كله هتحطي برضو ورقة كرنب، لا اما ورقة كبيرة لا اما ورق صغير زي ما انتوا شايفين، مقفلة بيه الحلة عشان خاطر لما يطلع الدخان بعد ما بنشغل النار ونحط الشوربة، لما يطلع بقى الدخان ويبدأ يستوي ما يلاقيش منفذ ان هو يخرج منه، فيبدأ يتوزع على المحشي كله ويبدأ كله يستوي. يعني انا كده مقفلاه من فوق كله عشان خاطر يستوي معانا ويبقى جميل وخطير. في ناس بتحط طبق بس